فقط كرة فيها سقوط. اوه ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العراقي. أنا من وجهة نظر شخصية أنه يجب أن يترك يونس محمود لتنفيذ ركلة الجزاء القادمة. لا بلنتي واضح وركلة جزاء واضحة، والشد ما كان له أي داعي من أحمد حسان، لا أو عفوا من اللاعب أحمد حسان. نعم أحمد حسان لاعب المنتخب البحريني في الكرة الماضية، وركلة الجزاء الموجودة والمحاولة بعد ذلك هنا في انتظار التصدي من يونس محمود. أنا من وجهة نظر شخصية يجب أن يترك يونس هو اللي يسدد، يونس هو اللي يسدد. نعم لم يسجل الأولى في مرمى المنتخب الإماراتي وفي مرمى الحارس ماجد ناصر اللي تألق في مباراتين. ماجد ناصر يتألق، شباكه لا تهتز، بالإضافة إلى تألق حارس مرمى المنتخب الكويتي، شباكه لا تهتز. عساف يتألق، شباكه لا تهتز. لكن العراق الآن عن طريق هوار ولا محمد الذي يبحث عن ثالث أهدافه في دورات كأس الخليج يمني النفس بأن ينهي الأمور هنا من خلال هذا اللقاء. هوار كرة في الشباك، جول هوار يسجل على الهوارة يا أسود الرافدين، على الهوارة يا الأسود. هنا ثالث الأهداف ينهي المباراة، يحسم النتيجة لمصلحة الأسود. العراق في ثلاثية الآن. شوف يونس شق الهمم لأسود الرافدين. هوار يسجل، صنع الأول، ساهم في الثاني.